اسمعي فريال، لحد هون وبس. أنا ما عاد فيني أتحملك بنو ببنو، والكلام اللي قلتيه بالقعدة مردود عليكي. أنا ما رضيت أحكي قدام نسوان الحارة مشان ما شرشحك وبهدلك. نحن مو عاجبينك يا سليلة الحسب والنسب، ولولا شورة عمك الزعيم ما كنت بتعطي هالمفعوصة لابني. نحن نسبنا بشرفك يا شرشوحة. روحي نطفي بيتك من ريحة الخم اللي طالعة منه، وبعدين تعي طاولي على أسيادك. أنا شرشوحة وريحة بيتي طالعة خمي؟ أنت دخلتيها فيه ولازم أوقفك عند حدك. إيدك وما تعطيكي. وإن شاء الله فكرتي إني صدقت قصة الشعر اللي لقيتيها في فنجان القهوة. شو فكرتيني عن بكذب؟ منيح اللي كانوا نسوان الحارة خضرانين بيني وبينك لحتى يعرفوا وساطك واللي بترتيبك. اسمعي فريال، إذا بدك بنتك ما ترجع لعندك على البيت، هذا البيت إلك وبتوهبيني إياه. يلا نقلعي من بيتي لشو؟ يا عمي قلعيني من بيت بنتي يا سعاد خانم. طيب أنا بوجهيكي إلهي يبعدك تصنع السوا. لا والله والساح والناح وست الماء وأنا صار ست الماء. دربي ست الميلاد. طب مرسوم مو داعي بدي اخبر كل اعضاء الحاره الاجتماع عندي الليله هون بعد العشاء. امرك زعيم. شو؟ امي قال لك امك من البيت؟ شو بدك انت نص فيها قولي غير هالكلام؟ هذا اللي صار. طيب ليش؟ شو السبب؟ علقوا مع بعضهم وبالكلمة اللي كلمة شعلت بيناتهم. قامت مرت عمي قلعتها وقالت لها البيت إلك وهبينا إياه، إذا بدك لطفيها ما ترجع لك. الله يصلحك يا عمي، ليش تتقلي حماتي ليش؟ خلص صدقوا، خلص روحي، لا ما تنحل بيناتهم. هلا هذا اللي طلع معك إلا ما تنحل بيناتهم. طيب شو أعمل؟ أضرب راسي بالحيطان؟ خلاص مثل ما تخانقوا رجعوا بتصالحوا. سؤال، قلعتي حماته لابنك بالبيت؟ ايه قلعتها. قال له لعم الزعيم ما كانت جوزت بنتها لعصام. قال هي ما بتعطي بنتها كيف ما كان، انا ابني كيف ما كان يا عيب الشوم عليها. انا بتأدي الكبشه قدام نسوان الحاره وهي عم تحكي هالحكي. ولك مهما صار يا سعاد، لك مهما صار يا عيني ما بصير تصل لهون. لك شو دلعي مخلوقه من البيت؟ لك عيب اللي عملتيه والله عيب. مخلوقه ليس بسطها ولك عيب. عيب؟ ليش هي بتعرف العيب؟ بتعرف شو عملت لما ضيفتها جميل القهوة؟ حطت شعرها في فنجان القهوة. ليش؟ شان ترجعني قدام نسوان الحارة. بس ربك حميد بيعرفوا بصورة ناقصة. ولك يا سعاد انت ما حلك تفهمي علي بقى، ما حلك تفهمي. انا شو بدي بعلاك النسوان ولدتهم عجلون لك عيني، شو بدي فيهم؟ كبر حالك انت بقى، اللي عملتيه غلط لك عيني غلط. انت قلعتي حمات ابنك، اما لكنتك لطفيه. لكن الناس شو حيحكوا علينا بالحاره بكره؟ لسه عصام لطفيه ما صاروا شي متجوزين. يحكوا لي منهم اياه، انا هاي المرة ما حتفوتها على بنتي ابدا. مو من حقك تحكي عن حكي موت. مخلوقه بتزور بنتها وما فيك تمنع اياه، لا عندي ولا غيرك. شوف سعاد، كلمتين ورد غطاهم. طلع فيني بتروحي لعند المخلوقه براسك بتدقي بابها وبتعتذري منها وبتسكري لها القصه كلها. انا اعتذر منها؟ لا لحد هون وبس. لحد هون وبس؟ شو هي لحد هون وبس؟ مصالحة ما رح صالحها، وهذا الموضوع انت لا تتدخل فيه لانك ما بتعرف شو في بيني وبين فريال. لا شو جنيتي انت لك سعاد؟ وعلى ايش عم تحكي معي انت؟ شوفي عليك الكلام اللي بتقوله انا ما بعيده، فدي انت لا تحشر حالك بين النسوان وتتدخل بقصصهم، واذا انت حابب تمسك شغل الزعيم انا ما بحط طوافي لحدا. شو قلتي؟ والله اللي سمعته. انت طالب
انا جمعتكم اليوم لحتى لكم هالكلمتين بس. غرضن علي امام الله وامامكم من هون ليوم الخميس